أكيد عديت بالموقف ده قبل كده. تبقى قاعد وسط لمة أو في الشغل، وفجأة تلاقي حد رمى كلمة سخيفة أو سألك سؤال محرج ملوش أي 30 لازمة لمجرد إنه يقلل منك أو يضحك الناس عليك. المشكلة مش في الشخص البايخ ده، المشكلة إن عقلك في اللحظة دي بيقف، بتتوتر، والرد الصح ما بيجيش في دماغك غير بعد ما الموقف يخلص بساعتين وساعات وانت رايح تنام. فن الرد مش شتيمة ولا صوت عالي، فن الرد هو لعبة برود وذكاء. ازاي ترجع الكرة المسمومة دي في ملعب الشخص اللي بيعمل معاك كده وتخليه هو اللي يلف حوالين نفسه. تعال أقولك على شوية تكنيكس نفسية جديدة وسريعة هتردلك هيبتك في نفس الوقت. أول تكنيك وهو التسمية المباشرة. لما حد يوجه لك إحراج عشان يقلل من قيمتك، بلاش تدافع عن نفسك أو تبرر. اسأله على طول وبمنتهى الهدوء عن نيته الحقيقية من السؤال ده. التكنيك ده بيكسر قناع الهزار اللي هو مستخبي وراه، وبيتفاجئ إنك كشفت اللعبة في ثانية، وبتجبره يلم الدور قدام الكل. التكنيك التاني وهو المدح المسموم. لما حد ينتقد شكلك أو طريقتك وسط الناس، بلاش تنفعل، اشكره بابتسامة باردة على تركيزه العالي في تفاصيل حياتك والوقت الكبير اللي هو مديهولك من يومه. الرد ده بيلقح عليه فكرة إنه شخص فاضي ومعندوش شغلانة غير مراقبتك، وبيقفل السكة على أي نقاش تاني. التكنيك التالت وهو البلوك السمعي. المستفز دايما بيحب يستعرض بسرعة كلامه. أول ما يرمي الإحراج، امسك آخر كلمة قفل بيها جملته وكررها وراه لوحدها بنبرة مستغربة وبطيئة جدا، كأنك بتسمع كلام مش مفهوم. تكرار الكلمة الأخيرة بيجبر عقله الباطن إنه يسمع سخافته تاني على حجمها الطبيعي، وتلقائيا بيتراجع خطوة لورا. التكنيك الرابع وهو فخ السؤال المفتوح. لو حد سألك سؤال تطفلي في خصوصياتك، بلاش تتهرب أو تدور على كذبة. اقلب الطاولة واسأله عن سبب اهتمامه المفاجئ بموضوع شخصي يخصك انت وبس. زي مثلا لو قالك انت ما اتجوزتش ليه، أو مرتبك كام. هنا انت نقلت المايك من عندك لعنده، وبدل ما كنت انت اللي في موقف دفاع، بقى هو اللي مطالب يبرر فضوله وسخافته قدام الناس. يا صاحبي، كرامتك وهيبتك مش مجال للهزار أو لتفريغ عقد الناس التانية. والشخص اللي بيحاول يحرجك ده هو شخص ضعيف من جوه وعايز يداري نقصه بإنه ينكش فيك. اتعلم تكتم رد فعلك العصبي، وخلي ردودك دايما باردة وفي النور، عشان اللي يفكر يرمي عليك طوبة يعرف إنها هترجع تكسر دماغه هو.